صباح الخير عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. سؤال للنقاش. حاجة كنت شفت فيديو على التيك توك لشخص كان عامل فيديو عمال بيشتكي إن هو اشتغل 12 ساعة درايفنج، يعني كان بيعمل اوبر او ليفت. هو بصراحة يعني ما قالش هو كان شغال على انهي ابلكيشن، بس قال ان هو كان شغال لمدة 12 ساعة وما ما كملش حتى $100. فانا بعديها دخلت على الابليكيشن. انتوا عارفين طبعا، زمان انا قلت لكم اكتر من مره ان انا كنت ساعات يعني مثلا في الويكند اطلع فاهمين اشتغل شويه ازود الدخل، وان موضوع اوبر وليفت كان يعني مديني القوه شويه. الفتره اللي فاتت زمان لما كان الواحد، لما قلت لكم الواحد لما كان بيتأذي في الشغل او حاجه يلاقي بيتقلوا عليه في الشغل، يقدر يقول لا ده انا بفكر امشي، لا انا مش مستحمل الطريقه دي، لان عارف ان انا ممكن في اي وقت انزل وخلاص اعمل اوبر وهيدخل لي دخل. الواحد كان يبص عليها من الطريقة دي، إن ممكن يعمل جدول مثلا يطلع له يشتغل 5 ساعات يطلع له 100 $120 ولا حاجة. فقلت خليني ابص بصة. دخلت فعلا على الابليكيشن. انا زمان كنت مثلا لما افتح الابليكيشن زي ليفت مثلا كان بيبقى في حاجة اسمها سكادجوال بيك اب، ان انت تشوف بيك اب، تكون حد طالب بيك اب بكرة مثلا او بعد بكرة، يعني عاوز يحجز توصيل. فكان دايما بيبقى فيه الحاجات اللي بالحجز دي اغلبها توصيلات المطار. فجيت ابص على التوصيلات زمان، مثلا كانت توصيلة تلاقيها ب35، اقل حاجة مثلا 30 28. دخلت على الابليكيشن ابص الاقي التوصيلة هتسوق مثلا 45 دقيقة ب $11. وقلت ايه ده، لا ده في حاجة غريبة. قلت طب خليني انا اطلب ليفت او اوبر عشان اروح المطار. لقيتني التوصيلة لسه برضو بدفع 60. فاكتشفت ان شكل الابليكيشن بقوا ياخدوا من الدرايفرز نسبة اعلى من زمان. معرفش يعني النسبة حاسبينها ازاي، لان انا بصراحة ما نزلتش اجربه يعني. لان حرام ان انا حتى انزل اجربه، انا مش عارف النسبة هتبقى محسوبة ازاي. المشوار من هنا لهناك تولز بس لوحدها $6، غير الجاز، غير يعني لو تولز $6. معقول يا عم جاز $10، دي $16 مدينك 11. غير ان انت هتسوق لمدة معينة عشان تعمل بيك اب او تاخد التوصيلة. فبصراحة في حاجة غريبة في الموضوع ومش مطمئنة. بالذات لان انا بيجيلي رسائل كتير لناس عاملة حسابها على الشغلانة دي. اول ما توصل يقول لك انا اول ما اوصل عاوز اشتغل في حوارات التوصيل والدليفري والكلام ده كله. الموضوع مش مطمئن وغريب. اتمنى حد بيعملها يجاوبني. واتمنى اعرف رأي الناس ايه في الموضوع، ليه الموضوع يعني بقى بالطريقة دي. اصل يعني ده صعبة جدا لو هتشتغل ب$11 تسوق 50 دقيقة. زمان هم كانوا عاملين افريج كده، اقل حاجة في الساعة تطلع 25. طب ما انت اهو، ده انت المشوار 45 دقيقة غير 15 رايح تجيبه، طلعت $11. طب المشاوير الصغيرة اللي كان زمان كنا بنعملها ب3 و4 دولار دي هتبقى بكام بدولار يعني؟ محتاج حد يقول لي. بس فالموضوع يعني مش مطمئن. انا نفسي حتى زعلان يعني، ب... بالذات مع سوق العمل دلوقتي وان هم يعني بيصفوا. سمعت برضو، قريت اخبار ان هم يعني صفوا بتاع 30,000 من امازون وير هاوسز، اللي هو المخازن بتاع امازون دي. برضو شغلانة كان ناس كتير عاملة حسابها عليها. آه، ف معرفش ده كان متأثر بالإغلاق الحكومي ولا لأ، بس أتمنى الدنيا بدأت تفتح اهو تاني. أتمنى الواحد يسمع أخبار كويسة، لأن أنا نفسي في الشركة اللي أنا فيها مشوا ناس كتير. في شركات صحابي تانيين كان ناس بيسألوني على شغل، ده احنا مشونا، أنا قعدت أنا. فالدنيا مش مطمئنة شوية. أتمنى الأزمة تعدي والدنيا تتغير. وأتمنى برضو بالذات شغل أوبر ده يظبط تاني، لأن دي يعني أكل عيش ناس كتير. لو تابعتيني لآخر الفيديو شكرا ليكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.